السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في قناة مطبخ أسهل وصفة مع زينب. النهاردة إن شاء الله هنعمل بوتيفور الاقتصادي، بوتيفور سهل جدا جدا وطعمه روعة. عايزة لكم البوتيفور القمر ده معمول بالسمنة ودايب دوب، مش هتصدقوا النتيجة. ببيضة واحدة وكوبايتين دقيق هتعملي كمية حلوة أوي من البوتيفور. حتى التزيين طريقة اقتصادية جدا في التزيين. الناس اللي بتشكي من البوتيفور وبتقول ان الرسمة بتروح، هقول لكم كل حاجة عنه بالتفصيل، سر التسوية وازاي نفضل كده محافظين على الرسمة، وكل المعلومات ان شاء الله هقولها لكم بالفيديو ده. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير سهلة وبسيطة وان شاء الله هتكون موجودة عندك وهتقومي تعمليه وهيعجبك جدا جدا. اول حاجة الكوباية اللي انا مستخدماها اللي هي الكوباية المعيارية ال 250 مللي، او كوباية الشاي اللي برضو بيكون وزنها 250 مللي. معايا نص كوبايه من السكر البودرة، انا طحناه في البيت في المطحنه بتاعه الخلاط عادي، ما بشتريش الجاهز عشان بيكون فيه نسبه من النشا. ومعايا كوبايه من السمنه يعني 200 جرام. عايزه اقول لكم ان انا عيرت الكوبايه ودخلتها التلاجة تجمد. لازم السمنه تكون جامده وهقول لكم ليه واحنا شغالين. يعني 200 جرام، اي نوع سمنه براحتك خالص. بعد كده معايا كوبايتين من الدقيق، ده دقيق جميع الاغراض او في دقيق الكحك وبسكوت اللي انت حابه اشتغلي بيه، يعني 250 جرام. ومعايا بيضة، وهحط عليها دلوقتي كيس من الفانيليا البودرة، او ممكن تحطي معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة اللي عندك اشتغلي بيه. هي دي بس كل المقادير. شايفين سهل جدا، دقيق وسمنة وبيضة والسكر، يعني مقادير بسيطة جدا. هنجيب بقى الطبق وهبتدي ان انا احط فيه السمنه. ليه بقى بقول لكم السمنه بتكون جامده؟ عشان لما نيجي نضربها تدينا قوام الزبده اكننا شغالين بالزبده بالظبط. لكن لو السمنه معاكي سايحه لما تيجي تضربيها مش هتعمل معاكي قوام الزبده ولا هتهيش ولا اي حاجه. بصوا بقى، الخطوه دي من اهم الخطوات اللي تنجح معاكي البوتيفور. نضرب السمنه كويس جدا جدا لحد ما اللون بتاعها يفتح والقوام يهيش شويه. انا لسه ما حطيتش السكر، مجرد بس بضرب السمنه. ليه؟ علشان البوتيفور يطلع معاكي هش وناعم. وفي نفس الوقت الناس اللي بتشكي بتقول ان الرسمه بتسيح في الفرن او بتفرش، لازم تضربي السمنه كويس جدا. بعد كده هنبتدي نحط السكر بودره ونضرب تاني لحد ما القوام يهش اكتر واللون يفتح. دي اهم حاجه في البوتيفور. في خطوه تاني بس يعني دي اول خطوه من خطوات نجاح البوتيفور، الضرب المستمر لحد ما تهش كده والقوام يكون كريمي. بمعلقه بقى سباتولا بتكون حلوه جدا، بتلم كل حاجه. ابتدي ان انا اخد الجوانب عشان لو في اي حاجه ما اتضربتش تتضرب معايا كويس. لازم برضو نتاكد ان كل المواد اختلطت معايا كده. بقى القوام ممتاز، شايفين الضعف حجمه ولونه فتح. هنزل بالبيضه والفانيليا، مش هضرب بقى كتير، مجرد ان البيضه تختفي هوقف ضرب. طب لو انت ما عندكيش مضرب بيض عادي جدا اعمليه بايديكي. والله انا عملت على القناه في العيد البوتيفور والكحك والبسكوت وكل حاجه بايديا. بعد كده هندخل الدقيق، وبرده لازم ندخل الدقيق علشان ندخله هوا والبوتيفور معاك يكون هش، لان بيبقى فيه تكتلات كده من الدقيق. بصوا بقى، ما بين صوابع ايدينا كده ذره من الملح بيعادل الطعم وبيظهر كده طعم البوتيفور. هقلب بقى البوتيفور. طبعا مش بنعجن، لو عجنا هتلاقوا ان العجينه قست معاكم ونزلت بالكيس كده بصعوبه وعمل عرق وهيطلع البوتيفور معاكم ناشف. العجينة ما شاء الله معايا زي الفل، مظبوطة جدا، طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد، ولازم نغطيها علشان ما تنشفش معانا. طب لو انت عايزة تعملي جزء بالكاكاو وجزء بالفانيليا، بجيب طبق تاني وبحط معلقة صغيرة من الكاكاو وباخد جزء من العجينة بتاعة الفانيليا وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض. بس طبعا زودنا كاكاو زيه زي الدقيق، العجينة كده هتنشف معانا شوية. فعلشان نرجع نطريها تاني عشان تنزل معانا بالكيس بكل سهولة زيها زي عجينة الفانيليا، بحط يعني نص معلقة صغيرة من السمنة على حسب الكمية اللي انت واخداها بتاعة العجينة بتاعة الفانيليا. اللون كان فاتح شوية فزودت تاني نص معلقة من الكاكاو على حسب درجة اللون اللي انت عايزاه، وقلبتها وكده معايا بقت مظبوطة علشان تنزل معانا بالكيس بكل سهولة. ودي البلبلة اللي انا اشتغلت بيها اللي هي بلبلة النجمة زي بلح الشام، في النجمة المقفولة والنجمة المفتوحة الاتنين حلوين. في حاجة مهمة جدا لازم تعمليها قبل ما تيجي تشتغلي في البوتيفور وتقطعيه في الصاجات، جربي واحدتين. ليه؟ علشان نشوف لو العجينة فرشت معاكي وساحت تكون لسه عايزة معلقة كبيرة من الدقيق. لكن لو لقيتيها ان هي جامدة بتنزل معاكي من الكيس جامدة، حط لها معلقة سمنة. الخطوة دي مهمة جدا عشان ما تشتغليش كل العجين كده ويبوظ معاكي.
بصوا حطيتها كده في كيس حلواني، وبعد كده حطيتها في كيس الحلواني التقيل علشان بس ما بهدلش الكيس. طبعا انا عماله اشتغل ومفكره ان الكاميرا كانت مفتوحه، الكاميرا كانت فصلت. بس هعمل معاكم تاني عشان تبقوا شايفين كل حاجه قدامكم. بضغط كده وابتدي ان انا ارفع ايدي لفوق وانزل لتحت. انت بتتحكمي في السمك بتاع البوتيفور والحجم من الضغطه. بصوا بضغط كده وبرفع لفوق عشان تنزل معايا كده سميكه. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نشكل بالفانيليا. عايزه بس اقول لكم ان الصاجات اللي احنا نبتدي نخبز فيها ما بندهنهاش ابدا اي ماده دهنيه. البوتيفور فيه كميه محترمه من السمنه، فمش محتاج ان احنا ندهنه. بخلص بقى كل الكميه بنفس الشكل. في طبعا اشكال تانية، في شكل الكمثرى، في شكل صباع، في كذا شكل، بس انا حبيت ان انا اعمل لكم شكل بسيط جدا اي حد يقدر يعمله. ودي كده بعد ما خلصنا كل الكمية هبتدي ان انا اعمل فراغ في نص البيتيفور علشان هنزينه بصوص شوكولاتة تزيين بسيط جدا. بالنسبة للتسوية، التسوية مهمة جدا، ما ينفعش ابدا ندخل البيتيفور على درجة حرارة هادية. هتلاقي البيتيفور فرش منك والنقشة بتاعته راحت. لكن بصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما استوى ولا لازق ولا اي حاجة، والنقشة زي ما هي. طيب بالنسبة للتسوية، بنشغل الفرن الاول قبلها بعشر دقايق على درجة حرارة 180. بندخله على الشبكة اللي في النص، بيقعد من 15 ل 20 دقيقة حسب الفرن عندك. أول ما تلاقيه من تحت خد لون دهبي يبقى هو كده استوى. وعايز أقولك مشغلتش الشواية ولا أي حاجة. بصوا التسوية الأولانية بتاعت الصاج المتجلفن بصراحة بتاعت الألمونيوم بسم الله ما شاء الله روعة. الألمونيوم بتوزع الحرارة متساوية وبتكون النتيجة أحلى. الصاج المتجلفن من تحت بياخد لون أغمق ومن الأطراف لون بني ومن فوق بيبقى أبيض، لكن الألمونيوم كله لون واحد. البيتوفور دايب جدا جدا بصراحة، مش مستحمل. جربوه والله ما هتندموا، الكمية بسيطة ومش هتخسروا أي حاجة. الناس اللي بتفكر إن البيتوفور بالسمنة بيطلع ناشف، أبدا يا جماعة، ده بيطلع ناعم جدا ودايب ومن غير بقى صفار بيض ومن غير نشا ومن غير أي حاجة. التزيين بسيط جدا، ممكن ما تزينوش، أنا هعمل شوية كده وشوية كده. حطيت صوص شوكولاتة في الفراغ اللي احنا كنا حاطينه، وبعد كده بقى سبرينكلز، أي حاجة عندك ممكن تحطيها أو ما تحطيش، يعني التزيين ده براحتك انتي. والتزيين بسيط جدا زي ما احنا ما شايفين، ورقيق ما شاء الله، حلو جدا جدا. ما حبيتش بصراحة ان انا ازينه بالتزيين التقليدي بتاع البيتفور، حبيت ان هي زي المقادير الاقتصادية يكون كمان التزيين اقتصادي. انا عملت شوية كده بالشكل اللي احنا شايفينه وشوية عملته سادة. يعني ما شاء الله من بيضة وكوبايتين دقيق عامل لنا كمية محترمة. مش لازم ابدا والله ان احنا نعمل بس في رمضان، في اي وقت يعني. شايفين الكمية ما شاء الله كتيرة والمقادير بسيطة جدا، جربيه وهيعجبك بإذن الله. حبيت برضو ان انا اوريكم لو اي حد عايز يعمل التزيين بالطريقة اللي هي التقليدية، ان احنا بنلزق اتنين مع بعض. هوريها لكم برضو دلوقتي. عادي جدا، بناخد صوص الشوكولاتة وبنقلبها كده وبنحط من نص صوص الشوكولاتة وبنقفلها عليها. بعد كده بقى بتحطيها في صوص الشوكولاتة تاني، وبتبتدي بقى تحطي في جوز هند او مكسرات زي ما انت حابة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة دي، بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. انا ما بعملش اي وصفة غير لما بكون متأكدة منها ومجرباها وعارفة النتيجة. طبق سهل لذيذ، شكله حلو جدا جدا، والطعم كمان احلى. بجد دايب بدوبان، مش هتصدقوها ابدا ان ده معمول بالسمنة. يا رب يكون الفيديو حبايبي عجبكم، واستنوني فيديوهات جاية جديدة، وما تنسوش الاشتراك واللايك للقناة. شكرا لكم والسلام عليكم.